يا مساء الورد عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل عصير تنج الكركديه. تعملي التنج عندك، اهم حاجة الكركديه تبقي جايباه ناشف من عند العطار، ما تبقيش جايباه طري. بصي انا بحاول ان انا اكسرهولك، لازم يبقى ناشف عشان الوصفة توصف يعني تبقى حلوة معاكي. الوصفة دي اسهل ما يمكن تعمليها وتوفري على نفسك وقت ومجهود. لازم يكون ناشف، لو مش ناشف حطيه في الفرن شوية لحد ما ينشف معاكي سنة، وتطلعي تحطيه في المطحنة بتاعة الخلاط. تطحني الكركديه كويس قوي زي ما انت شايفة لحد ما يبقى كده، وتصفيه في مصفى، لان بيبقى فيه حتت تخينة كده. هوت الحتت التخينة دي هتقف معاكي في العصير. تمام. تفضلي تعملي الوصفة دي لحد ما تخلصي كمية الكركديه بتاعك. لو الكركديه بتاعك طري حطيه فين؟ في الفرن ينشف معاكي شوية. بعد ما صفيته زي ما انتوا شايفين كده وطلعت الحتت الخشنة، رحت مصفياه لتاني مرة. يعني حطيته اهو زي ما انتوا شايفين لتاني مرة، عشان لو في حاجة ناشفة تانية تطلع وما يبقاش في حاجة تعكسك في العصير. العصير ده حلاوته انك انت ممكن تعمليه بارد او تعمليه سخن. وبعد كده تجيبي حبة سكر، يعني 3 معالق سكر مثلا، وتقلبيهم في بعضهم كده هوت كويس. تمام. هو والخليط بتاع الكركديه اللي هو الطحن بتاعه. وهتحطي رشة ليمونة، عارفين انتوا عصرة ليمونة صغنونة كده اهو. وبعد كده دي حتة يعني بذرة ليمونة ورشة مية صغيرة. رشة مية صغيرة، يبقى رشة ليمونة على السكر والكركديه ورشة مية، بحيث لما تيجي تعملي البودرة ما تبقاش بودرة، لا تبقى داخل فيها، يعني تبقى مندية، تبقى عاملة زي الرملة بالظبط. هتسخني ميه وتروحي صبه، ولو عايزه تزودي السكر زودي. وممكن تسخني ميه وتصبي وتسيبيه لحد ما يبرد، وبعد كده تروحي شرباه. ولو هتعمليه بارد عادي حطيه، ولو لقيتي فيه فتات على الوش صفيها. ده لو لقيتي تصفي اي فرافيت من فوق الوش كده وتشربيه في برطمان، وتبقى حاجه حلوه قوي. وبألف هنا وشفا على قلبك. ما تنسيش اللايك. يلا سلام.